السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أه، كلنا يتساءل عن أسباب إطلاق سراح صنصال. على بالكم باللي تبون لم يطلق صنصال هكذا، ولكن أطلقه لأن ألمانيا عندها ملف سبب مرض تبون في كورونا. تبون ما كانش مريض بكورونا، يكذب عليكم. كورونا يحكم منا، يحكمش في القرع. تبون ألمانيا الآن أكدت لنا أنه تعرض لعملية اغتيال، ولكنها لم تنجح. وألمانيا عندها الملف الذي يورط قيادة الجيش أو بعض الشخصيات في الجيش. إذن هذيك انت إنسانية ما إنسانية، غير راك عارف بروتوكول. أما كانت الجزائر دولة. كذلك ألمانيا عندها ملف نتاع غسيل الأموال اللي راها تقوم به تركيا والصين وغيرها من الدول، خاصة الأتراك السوريين. وألمانيا عندها الملف نتاع دعم الإرهاب، اللي كما تعرفون نتوما ألمانيا عندها تواصل كبير مع الجماعات الإرهابية هنايا في إفريقيا، وهذا راجع لعمليات دفع الفدية، لأن كانوا الإرهابيين يختطفوا بزاف الألمان في إفريقيا نفسها، فهي كانت تدفع لهم الفدية. وما دام تدفع لهم الفدية لابد أن يكون عندها تواصل، هي تخير ناس اللي يتواصلوا معهم ويبرمون معها الصفقات. هي نظرا لهذه العلاقة بنات علاقة، وأصبح عندها يعني تواصل ومعلومات كبيرة، من بينها قضية دعم الإرهاب. يعني الدعم راه يجيكم، راه يجينا من الجزائر. فهمتوا كيفاه؟ لذلك قضية صنصال كشفت أن كل هذه الشكوك اللي كانت يعني تتداول والأفكار والمعلومات حقيقة كاينة منها. دعم الإرهاب تبون دعم. وهذا الخطر أنت ما قتلتش حسن على باطل، وكان نخرجها لك ديركت. علاش تعرف علاش؟ نتوما تحاقروا بالعين، ومازال غادي نورطك. غادي شو غادي ندخلك في حيط، والله لا ندخلك في حيط. غتولينا كي نهضروا معاكم شغل تلعبوها لنا حاجة كبيرة. هذا